إطالة يامور يوكسيل تخطف الأنظار بدون فلتر وحقيقة العمليات التجميل. وتوقف مسلسل الأراضي الغاضبة أحداث مهمة في الفيديو ده. حقيقة توقف مسلسل الأراضي الغاضبة، وإعلان رسميا عن رفض أي قناة شراء المسلسل وعرضه. أخبار كتيرة جدا، بس هبتدي الأول بالصور الجميلة والإطالة الرائعة اللي نزلت ليامور يوكسيل. كالعادة بنتنا جميلة جدا جدا. تحديثها اليوم هو معنى الحقيقي للخضرة والمية والوجه الحسن. كل يوم طبعا صعبها عليهم بنت يوكسل بجمالها، وربنا يحفظها يا رب ويحميها. جميلة جدا جدا، بسيطة بتصرفاتها، بدون ميك اب الاوفر اللي احنا بنشوفه واستعراض الاشياء ولا كلام من ده. يامور جميلة وبسيطة، وإطالتها ولا بتحب اللي هي تحط ميك اب اوفر ولا حاجات من دي، بسيطة في كل حاجة. ولا بحب الكحل اللي بيبقى عامل زي، هي بصراحة جميلة بحبها في بساطتها، في جمالها الطبيعي، طبيعي طبيعي جدا جدا جدا. تستحق تكون ملكة جمال والله بجد، فربنا يوفقها ويكرمها بإذن الله. نزلت لنا بعض الصور الجميلة جدا جدا من المكان اللي هي موجودة فيه. مكان جميل، وتفاصيله جميلة قوي قوي. حبيت الاستعراض اللي هي عاملاه، حبيت طبيعتها وإطالتها الجميلة البسيطة. فطبعا شاركوني هل عجبتكم إطالة يامور يوكسل. أنا شايفاها إطالة بتهبل، قمة الأنوثة والإبداع. فطبعا مستنية تعليقاتكم. ربنا يوفقها ويحفظها من كل شيء ويبعد عنها العاطلين يا رب. انتقادات وصلت، فكرة خلاص تكبروا الموضوع كلنا، وكل شوية يقولوا شيء لدرجة يقولوا تحتاج طبعا اللي هي بتغير وان هي بتعمل حاجات. وان يامور راحت لدرجة ان هم قالوا ان يامور يكسل من غبائهم. ويعني بصوا، وصلت بيهم ان يقولوا يامور راحت عملت عملية تجميل. طب هل فعلا يامور عملت عملية تجميل؟ واختفاء يامور الفترة اللي فاتت بسبب عملية التجميل؟ طيب ماشي، انا معاكم، يامور عملت عملية التجميل، ولكن اين هي عملية التجميل؟ اشمعنى أنا مش شايفاها يعني؟ انتوا شايفين عملية التجميل وانا مش بشوف؟ مش عارفة والله. المهم اني نزلت اخبار على بعض المواقع الحاقدة اللي دائما بتنتقد يامور يوكسل. نزلت وقالت ان يامور يوكسل سبب اختفائها الفترة اللي فاتت انها غير راضية عن شكلها، وقامت بتعديل بعض الاشياء في بشرتها. انتشرت بقى الكلام من بعض المواقع عبارة عن طاقة سلبية وكلام سخيف وتوتر، مش عارفة منين هنلاقيها، من المهووسات ولا اللي عاملين فانزة بس كلامهم احباط وطاقة سلبية. المهم اليومين دولي لا صحة ولا نفسية مستحملة كل القرف اللي هما بيعملوا ده. بقى يطلعوا على يامور يوكسل ان هي كانت مختفية لان هي بتعدل في اشياء في بشرتها وفي نفسها مش راضية عنها. ولكن طب انا عايزاكم تبصوا على يامور يا بنات وشوفوا الصور اللي نزلتها يامور يوكسل. فين عملية التجميل اللي الناس منتشرة وعمالة تتكلم عليها دي؟ مش عارفة من انهي اشخاص دول عندهم مرض اسمه الانتقاد، وبيطلعوا المرض ده اللي على الاشخاص اللي شايفينهم طبعا يامور يكسر. يعني هم مش بيطلعوا مرض ده على اشخاص حالهم، لا على انفسهم، وبعدين على مشاكل، وتحسهم بزاوية اخر او في عالم اخر. يعني مش عارفة الناس دي طبعها ازاي، بستغرب والله بجد. ولكن انا مبسوطة ان بنتنا جميلة ومهتمة بنفسها ومبتبصش وراها. وانا عارفة ان في ناس هتنفجر او هتجرى لها حاجة عشان تعرف عن يامور يكسل وعن حكايتها او شغلها او اي حاجة او معلومات عن عملها الجديد. ولكن انا مبسوطة ان يامور مركزة على حياتها
وبس، وعلى اللي هي عايزة تظهره تظهره، واللي مش عايزة هي حرة. وفي بعض الصحافة طبعا قالوا ان المسلسل اتوقف. دي مجلة بتقول ان مسلسل أراضي الغاضبة هيبدأ قريبا. هل هو فعلا اتوقف ولا لأ؟ كل دي إشاعات، ما تسمعوش لأي كلام بينزل على السوشيال ميديا أو أي قناة. صدقوني ده إحباط. مسلسل أراضي الغاضبة بإذن الله هيتعرض، وهيتم الإعلان عنه قريبا جدا. لاحظوا إن ممكن من يعني مش يتم إعلان على طول بسرعة. هما صوروا حلقتين وهيتم الإعلان عن القناة والقصد العمل، بس هما بيستمتعوا بالوقت لأن هما مش مستعجلين، لأن معاهم حلقات متصورة. وإن شاء الله بإذن الله نشوفهم بداية قوية. اما المسلسل ده طبعا كانت صحفية عاملة تصويت، لقيوا ان المسلسل بتاع اشرف خد افضل مسلسل. اما افضل ممثل كان طبعا مارتي رمضان. اختاروا مارتي رمضان افضل ممثل. كمان اما ممثلة فاختاروا يامور يكسل افضل قبي، اللي هم قدامكم دولي. انا مش عارفه هم كانوا بيمثلوا مسلسل ايه يا بنات، انا ناسيه والله. ذكروني كده في التعليقات. ولكن بجد يعني اللي خلي بالكوا اهو، طبعا اللي انا بقولكوا استطلاع موسم 2024 و25. بس لو لاحظتوا في يامور ان هي هادية والمكان جميل وهادي ورائع بجد في كل تفاصيله. تعالوا للاخبار اللي بعد كده اللي انا عايزة اقولها لكم بالنسبة للتحديثات اللي منتشرة حول طبعا أحداث قادمة، وإن يامور هتنضم لعمل جديد. أو بصوا، مجموعة تصل كل شوية إلى حاجات سلبية، حاجات بصوا بيحاولوا يهروا في الكلام. انتوا عارفين وقلقانين متوترين عشان يامور، ولكن انا متأكدة ان يامور هتوصل لمكانة، صدقوني كل الناس هتتفاجأ بيها. كمان عايزة اقول لكم مش بس كده، كمان هناك في اخبار مهمة جدا جدا، او فيديو تاني هنزله لكم مع اخبار تانية ليامور يكسل، بجد هتعجبكم قوي قوي. وفيها منها لباريش باكتاج وشوية مواضيع كده، هنزلها لكم في فيديو تاني بإذن الله. ولكن خليكم متأكدين وداعمين يامور في التصويت. ما تسمحوش لحد ان هو يقلل من تشجيعنا ليامور او التصويت ليها، لان هي تستاهل كل الحب ومكانة قوية ومكانة كويسة بإذن الله. نحن نتمنى ان يكون هذا العام عامها، موسمها تصاعدها، وتصل لمكانة أكبر وأكبر من اللي هي فيها دلوقتي، وتكون طبعا بطلة، تاخد جوائز عديدة ونجاحات أكتر وأكتر. وكمان مش بس كده، وتحصل على علامة تجارية عائلة زي ايفنت أو أي يعني. بصوا تكون علامة تجارية عالمية بإذن الله. أتمنى لها كل زي بنتين أو أي طبعا. انتوا تتوقعوا ايه؟ ان شاء الله بإذن الله. انا شايفة يامور ممكن تكون في يوم من الأيام في ده، بل قريبا جدا جدا. مستنية تعليقاتكم بخصوص الموضوع ده. مش تنسوا تدعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناة، وقولوا رأيكم في إطالة يامور والتحديثات اللي نزلت. وكمان الصحفي وكان عمل لها لايك، وكمان بدأ يعمل لايكات للي بعلقوا ليامور يكسل كمان. يعني انا كنت منزله تعليق لقيته عمل لي لايك على التعليق بتاعي، فحبيت برضه اوضح لكم النقطه دي. مستنيه تعليقاتكم. مش تنسوا تدعموني بلايك على الفيديو ده وتشتركوا معايا بالقناه.